اهلا بيكم في عيادة الجلدية والتجميل. معاكم الدكتورة ايه. سؤال بيتكرر دايما، هو ايه اللي بيحدد طول الشعر؟ او انا طول عمري شعر قصير، في حاجة تخليه طويل زي شعر الهنود؟ الاجابة، تعالوا نعرف ان بصيلة الشعر بتمر بثلاث مراحل نمو. اول حاجة فترة النمو، ودي بتستمر من 3 ل6 سنوات، وبتعتبر 80 ل 85% من الشعر في فروة الراس. تاني حاجة فترة التوقف، وبتستمر من أسبوعين ل3 أسابيع، وديت فترة بتتوقف فيها عن النمو. وبعد كده فترة تساقط الشعر، وبتستمر لمدة شهرين إلى 3 شهور، ونسبة الشعر في الفترة ديت من 10 ل15%. وبالتالي طول فترة النمو هو اللي بيحدد طول الشعر، وده بيكون محدد بجينات الشخص نفسه، وده بنشوفه في عائلات بعينها أو حتى في أجناس معينة زي الهنود. فمثلا إذا كان مدة فترة النمو 3 سنوات، ممكن إن هو يوصل طول الشعر لمنتصف الظهر. أما لو كانت المدة 6 سنوات، ممكن إن هو يوصل لأسفل الظهر أو كمان الركبة. لازم نعرف إن في عوامل تانية بتأثر على طول الشعر ومعدل نموه، زي الأمراض والضغوط النفسية وسوء التغذية ونقص الفيتامينات والأنيميا والاستخدام المستمر للصبغات، والفرد بينهك الشعر وبيضعفه وبيسبب التقصف. عموما حبي شعرك ايا كان طوله او طبيعته، واهتمي بيه. لو بتعاني من تساقط او ضعف عالجيه دايما، لانه زي النبات بيحتاج دايما رعاية واهتمام. وهبقى انزل فيديوهات عن تساقط الشعر، وبكده نكون عرفنا انا ليه في ناس شعرها بيطول جدا وفي ناس شعرها بيثبت على طوله، سواء هي طبيعته كده او وراثة، او سواء في مشاكل تانية. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير ليه، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. ولو لكم اي سؤال او استفسار ياريت تسيبولي في التعليقات. شكرا.